خامس: ما حدود الزينة التي يصح للمخطوبة إظهارها للخاطب؟ هل يصح للمخطوبة أن تظهر شيئا من شعرها وأن تضع المكياج وأحمر الشفاه؟ أما إظهار العورة فلا يجوز وإن كان ذلك للخاطب، فالنصوص الشرعية ما أباحت شيئا من هذا، فتبقى المرأة على حالها أنها لا تظهر زينتها إلا لآبائهن وآباء أو بعولتهن وآباء بعولتهن إلى آخر الآية، المحارم فقط. وهذا والخاطب ليس من هؤلاء، ولأجل هذا لا يجوز لها أن تظهر زينتها أو لا أن تظهر شيئا من عورتها كشعرها أخذا من عموم هذه الآية، لكنها يجوز لها أن تظهر أمام الخاطب بالزينة الظاهرة، كأن تظهر بملبسها الذي يستر عورتها كاملة، أو أن يكون فيها شيء من الزينة الظاهرة على وجهها، وهكذا أن يكون فيها شيء من الزينة الظاهرة على يديها كالخاتم الذهبي ونحو ذلك. أما أن تظهر شعرها أو نحرها أو غير ذلك، أو أن تلبس ما يفصل جسدها، فذلك كله لا يجوز، والله تعالى أعلم.